تعرف ان لو شغلك مش قد كده ولسه ما بقتش جامد في مجالك، لو عملت اللي انا هقولك عليه ده والله العظيم شغلك هيتشاف وهتلاقي في تطور واضح، وهو الاستمراريه. يا عم طب ما انا عارف المعلومه دي، لا ركز معايا وخلينا اديلك جرعه انا بديها لنفسي لما بهبط. باختصار المختصر كده، انا بدات في مجال التصوير من 2014 كهاوي، باجر كاميرا وانزل اتصور انا واصحابي، بس بطلت في 2016 لما دخلت على ثالثه ثانوي، وبدات اصور فيديوهات من 2016 وبطلت في 2017. خد بالك انا كده مبطل تصوير فوتو ومبطل تصوير فيديو، ورجعت للفوتو في 2017 بس مش بقوه، بس رجعت اقوى في 2018 وكانت اكتر سنه اكتسبت فيها خبره جامده، وشغلي كان معروف الحمد لله. ليه؟ علشان استمريت وما اهتمتش بالريتش. انا بحب حاجه بعملها فكانت نقطه تحول. بس جيت في 2019 حصلت لي مشكله وقفتنا عن التصوير شويه حلوين، مع اني كنت ممكن اكمل والمشكله ان شاء الله هتتحل. لا، فضلت معظم 2019 ماليش اي علاقه بمجال التصوير، ودخلت كورونا واغلبيه الناس اللي وصلت في فتره كورونا. طب انا ما عملتش اي حاجه في فتره كورونا، وبعدها دخلت الجيش ومن 11 شهر بالظبط خلصت الجيش. طب خلينا بقى نحسبها مع بعض. انا لو كنت استمريت مع المشاكل اللي كانت بتحصل لي كان زماني حاليا دلوقتي في ليفل افضل من ده. اللي عايز اقوله لك يا صديقي، كمل في اللي انت بتحبه مهما كانت الظروف. واللي اكتشفته من خلال خبرتي الصغيره في مجال التصوير ان الدنيا دي عامله زي الزجزاج، شويه هتبقى كويسه معاك وهتحسسك ان انت خلاص وصلت، فيحصل لك دروب هيغير لك حياتك دي كلها. ولو حصلت لك مشكله او اي ظرف ما تقطعش الحاجه اللي بقالك سنين بتعافر علشان توصل بيها. كمل في طريقك واستمر في الحاجه اللي انت بتعملها، وما يهمكش كلام الناس ولا يهمك الشغل اللي انت بتقدمه ده متقدر ولا لا، وما تشغلش بالك بالريتش. بكره الدنيا كلها هتعمل سيرش على اسمك عشان تعرف انت مين وبتقدم ايه. هتلاقي في خنازير كتير بتحاول توقعك. ما تبقاش ضعيف زي لما انا كنت ضعيف. انا لو رجع بيا الزمن والله ما كنت وقفت. ربنا يوفقك يا صديقي. سلام.